الماروني معكم. اليوم معنا الشاب يلي بسببه نزلوا اسهم شركه من اكبر شركات في الصين. خلونا نتحاشى معه. هلا حنشوف رابع طفل نصور معه عشان نعطيه جائزة العيد المولد النبوي. شو اسمه؟ كرم. بدي اسألك يا كرم، بتعرف تصلي على النبي؟ Really nigga؟ صلي على النبي. اللهم صل على النبي. برافو، بتربح معنا طبق صور. سؤال جميل وصعب الصراحه، بس اتوقع ما في انصاف بالاسئله. المفروض تساله شوي عن قوانين الجاذبيه، بيكون في شويه انصاف على الاقل. كيفك؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ الحمد لله تمام. شو اسمه؟ عمر. ما اسم والد النبي صلى الله عليه وسلم؟ عبد الله. برافو، بتربح معنا جائزة هي طبق صور. طلعوا حتى الولد مبسوط على طبق الصور. بس استاذ عمر اتوقع انه عم تتساهل شوي بالاسئله، يعني المفروض تساله عن تاريخ غزوه بدر او غزوه الخندق، هيك بيكون في انصاف اكثر. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك؟ الحمد لله. شو اسمك؟ نوران. بدي اسالك، جاهزه للسؤال؟ ايه. ما هو الحيوان يلي رقبته طويله؟ الزرافة. صح. تربحي معنا قرطاسيه. اعملي باي للكاميرا. كاني ما في انصاف ابدا ابدا. استاذ عمر تسال البنات شو الحيوان يلي رقبته طويله، وعم تهدي الاولاد طبق صور وبتهدي البنات قرطاسيه كامله. القرطاسيه مكونه من قلم ودفتر ومقلمه ومسطره وكم شغله ثانيه. بس ما يكون صرت تركز على المشاهدات اكثر اخوي عمر. اعطينا يلي بعده. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك؟ الحمد لله. شو اسمك؟ خانة. شهد خانو. بدي اسالك يا شهد، ما هو لون السماء؟ احمر، اصفر، ازرق؟ أزرق. ازرق؟ متاكده من الجواب؟ طيب بدك تربحي معنا طبق صور وقرطاسيه. ايوه، كان ما في انصاف، صار ما في انصاف ومساواه بالجوائز اخي عمر. وبتوقع استاذ عمر انه كثير من المشاهدين انه انت ما احترمت المكانه تبعت البنت، يعني اسمها شهد خانم انت سميتها بس شهد. ليه؟ الاحترام اولا استاذ عمر، لا تخلي الشهره ما تخليك تحترم الجمهور استاذ عمر. وكانك اعطيتها لشهد خانم طبق صور قرطاسيه بنفس الوقت بدون غش استاذ عمر من بعد اذنك. اسمه؟ الحمد لله. اسمه عمر. بدي اسالك يا عمر، كم عدد بلاد العالم؟ شايفين؟ عشان ما حدا يقول لي عم تظلموا للاستاذ عمر. عم يسال البنات شو لون السماء والشباب كم عدد دول العالم. انا ما بعرف عدد دول العالم. ما بعرف. طيب في باب الحاره ابو عصام. ابو عصام ليش طلق سعاد؟ هاي انا راح اجاوب عليه. الجواب هو طلعه لانه قالت كلمه فشرت. لأنه قالت له فشلت. ايه صح. تربح معنا قرطاسيه وطبق صور. اخيرا الانصاف والمساواه بالجوائز، وانتصر الحق بالأخير. اخيرا اعطاه للشاب حق. والله فرحت لك، تستاهل الصراحه. ولا تنسى ان السؤال كان جدا صعب. الحمد لله. سحبي طاقه. يلا. لا مو هيك. هاي يلا. شهر رمضان كم يوم؟ 30 يوم. صح. وبتربح معنا طبق صور. يسلموا ايديك. الله يسلمك. طيب اعطيته لعمه الحجي طبق صور، الله يعطيك العافيه. بس ايش يعمل فيهم مثلا؟ يمكن ما له غير يلزقهم على دفتر الديون، اكثر من هيك ما في فايده. بتلاقي مكتوب دين لابو محمد 25,000 ليره، جنبه لزقه النمر الوردي يعني بيحسن يسبحها شوي. تحته دين لابو خالد، جنبه لزقه كونان يعني هذا ممكن يكشفك اذا معك مصاري ما عم ترجع الدين او ما معك. هل في فائده ثانيه؟ اعطونا افكار. رجعنا لكم فيديو جديد. حنشوف واحد نصور معه. وقف دقيقه زكاته. فينا نصور معه؟ شو اسمه؟ زين. شو اخبارك؟ الحمد لله. بدي اسالك يا زين، هلا انت بتصلي؟ طيب كم فرض في عنا باليوم؟ 5. طيب عندك شي زمور او هيك بالبسكليت؟ لا والله. طيب وبتربح معنا زميره. يلا مع السلامه. يس مان نجح. هي هي الجوائز الصح. شوية انصاف يا زلمة. بس استاذ عمر بتمنى بالمرات الجاي وقت توزع الجوائز بس مشان المصداقية خلي الجوائز مغلفة، بس مشان المصداقية لا أكثر ولا أقل. والحلو كمان إنك جربت الزمور مشان تفرجي الناس إنه شغال وكل شيء تمام. أعطينا يلي بعده. جواد، بدي اسالك يا جواد، كم محافظة في بسوريا؟ والله ما بعرف. طيب شو المشكلة اللي صارت بين أبونا وحارة الضبع لحتى صارت أول مشكلة؟ لأنه
لأن ال 11 مشكلة جوا ما المشكلة. صح. تربح معنا قرطاسية وطب أصوات سبايدر مان. يا جماعة العدل ثم العدل ثم العدل. اي نعم، حتى الشباب يطلع لهم يفوزوا بقرطاسية وطبق صور سبايدر مان. وصراحة الأسئلة الاحتياطية نار، يعني أي حدا ما بيعرف جواب أي سؤال بننزل فورا على باب الحارة. شو عاصمة الكونغو؟ ما بعرف. طيب ليش أبو عصام أكل كاس من أبو شهاب؟ بيحكي الجواب. مبروك عليك 4 مليون دولار. ايزي مان. السلام عليكم. عليكم السلام. كيفك؟ الحمد لله. شو اسمه؟ بشر نائل. بدي اسألك يا بشر، عدد لي 3 كواكب من مجرة درب الدبانة. كوكب المشتري وكوكب المريخ وكوكب الأرض. برافو، بتربح معنا طبق صور وتفاحة ليزداد نشاطا. باي. اهم شيء التفاحه ليزداد النشاط. بس لو سمحت استاذ عمر، كنت تخلي زلمه يلبي نداء الطبيعه قبل ما يصور، لاني لو المقابله طولت ثواني ثانيه كانت اكيد رح تخرب الدنيا ورح تخرب المقابله، من باب الاحتياط فقط. والان مع الفقره اللي جميع المتابعين والمعجبين، طابة البوظة. اعطينا الماء. السلام عليكم. وعليكم السلام. بدي اسألك، من هو أول إنسان نزل على كوكب الأرض؟ سيدنا آدم عليه السلام. صح. وتربح معنا طابة بوظة. من عند الصباغ، تفضل. من هون بتبدا سلسله النجاح والشهره. طابة البوظة اللي انشهر الاستاذ عمر بسببها، بس مع الاسف ما رح تطول هي القصه. كمان لك طلع الولد شد فرحان، بتحس اجته نشوه الانتصار، خاصه ان السؤال كان صعب شوي. كيفك؟ الحمد لله. شو اسمك؟ وين بتواجد مسجد الأقصى؟ فلسطين. برافو. يلا بتربحي معنا طابة بوظة. شو الطابة اللي بدك إياها؟ شكرا. يلا تكرم. نفس احساس الانتصار اللي اجل الشاب قبل شوي. سؤال صعب زائد انتصار يساوي طابة بوظة شوكولا. ليتس جو مع النجم. بس استاذ عمر، اتوقع انه مثل ما السؤال مفهوم ودقيق لازم يكون الجواب مفهوم، لانه المسجد الاقصى يتواجد في مدينه القدس. اتمنى شويه تدقيق على المشاركين استاذ عمر، وشكرا. مرحبا. كيفك؟ الحمد لله. وين تتواجد الكعبة المشرفة؟ السعودية. برافو، بتربح معنا طابة بوظة. صحة وهنا. ليتس جو مع النجم. استاذ عمر من بعد اذنك، هذا الشيء ما بسيط. وين تدقيق يا استاذ عمر؟ المسجد الحرام في مكة المكرمة يا استاذ عمر. بعرف انه ما بتفرق، بس السؤال صعب، لازم يكون جواب مفهوم ودقيق يا سيد عمر. القليل من الانصاف يا استاذ عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك؟ الحمد لله. شو اسمك؟ حمزة. بدي اسألك يا حمزة، وين نحن؟ شام. صح. شو حضرنا اليوم؟ شو عملنا اليوم؟ مجلس الصلاة على النبي؟ صح. بتربح معنا تواصل. اعطيني. ايوه، كانه عم يرفع على البنات ميكروفون وردي كيوت وبيرفع على الشباب مسدس. هو رجع ضال الانصاف مره ثانيه ولا ايه يا استاذ عمر؟ عم تظلمنا والله، لا بالجوائز مدعومين ولا بالاسئله ولا بالميكروفونات. اعطينا يلي بعده. وعليكم السلام. كيفك؟ الحمد لله. شو اسمك؟ سارة. بدي اسألك يا سارة، ما لون الأحمر في الإنجليزي؟ ريد. برافو، بتربح معنا تواصل. شايفين فرق الاسئله؟ عم يسال الشاب قبل شوي شو كنا عم نعمل. طيب بجوز الولد جاي لانه عم يوزعوا كراميلا او راحه وجاي ياكل ويصلي على النبي ويطلع، وعم يسال البنات شو اللون الاحمر بالانجليزي. استاذ عمر بدنا حل هالمشكله من بعد اذنك طبعا. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك؟ الحمد لله. بدي اسألك، من خاتم النبيين؟ Oh my God, bro. Oh, hell no, man. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. برافو، بتربحي معنا طبق صور. اعطيني شو البوظة اللي بتحبيها؟ نسكافيه. اعطيني نسكافيه. نسكافيه من عند الصباغ، تفضلي. الصراحه سؤال صعب، بس استاذ عمر لفت انتباهي انه اعطيته طبق صور مع طابة بوظة. هذا الشيء ما بسيط. اتوقع لازم تخير المتسابقين بين طبق الصور او طابة البوظة، خاصه البنات. بس ما في عدل يا جماعه، حدا يحكي كلمه. الاستاذ عمر عم يضغط علينا بشكل كبير. شو اسمه؟ مرحبا. اهلين. كيفك؟ اهلين. شو اسمه؟ براء. ما لون جراباتها؟ أخضر. برافو، بتربح تواصل. كيفك؟ شو اسمك؟ ما لون نظاراتك؟ سود. برافو، بتربح تواصل. شكرا. كيفك؟ منيحة. شو اخبارك؟ الحمد لله. بتربح تواصل. كيفك؟ شو لون عيونك؟ اخضر. خلاص بتربح تواصل. كيفك؟ منيحة. شو اخبارك؟ منيحة. شو اسمك؟ نورة. بتربح تواصل. شكرا. كيفك؟ منيحة. شو اخبارك؟ تمام. شو لون العلم السوري؟ اصفر. برافو تواصل. شكرا. كيفك؟ شو اخبارك؟ شو لون العلم السعودي؟ احمر. برافو تواصل. كيفك؟ شو اخبارك؟ شو لون قميصي؟ اسود. خلاص بتربح تواصل. لا، هنا سنسكت كثيرا مو قليلا.
استاذ عمر كيف يعني تجاوب غلط وتعطيها طبق صور؟ وبدنا حل مشان اختيار الاسئله كمان. عم تسال الشاب شو لون جراباته، هو ممكن يكون نسيان شو لون جراباته، فيعتبر سؤال صعب جدا. اما البنات عم تسال شو لون القميص، بتقول لك اسود وهو لونه ابيض، فالجواب خطا، بتعطيها طبق صور. الصراحه بقيم العدل تبعك 1 من 10 استاذ عمر. ما لون بناكيرك؟ غلط غلط. لا تعليق الصراحه، تعبت من قله العدل بحق الشباب الموجودين في المقابلات. اتوقع لازم تسمع لراي جمهورك ومتابعينك، لان الوضع صار سيء استاذ عمر. وبالاخير واطى للمزح فقط، لا حدا ياخذ الامر بطريقه جديه. استاذ عمر بتستاهل كل خير، وكمل لحتى تصير مشهور اكثر من انك مشهور. رح احط لكم صفحته تحت، ادعموه لحتى يوصل لامكانيات احسن من هيك، وابعتوا له اسئله وقولوا له يرجع جائزه طابه البوظه ويرجع الحلقات، وشويه عدل ومساواه بالاسئله والجوائز استاذ عمر، وبس.